مؤسس الأسرة العلوية وحاكم مصر بين عامي 1805 ل 1848. أشاع عن نفسه مؤسس مصر الحديثة. مكنه ذكائه واستغلاله للظروف المحيطة به إنه يستمر في حكم مصر لفترة كبيرة، وأول من كسر عادة العثمانيين في تغيير الوالي بعد سنتين. النهاردة الكلام هيكون عن محمد علي باشا. ولد في مدينة قولة شمال اليونان. والده إبراهيم آغا قائد الحرس الطريق، وفي نفس الوقت كان تاجر تبغ. والده أنجب 17 طفل، كلهم ماتوا إلا محمد باشا. ولما وصل 14 سنة مات والده، وبعد شوية ماتت أمه، فكفلوا عمه طسن، ولكنه هو كمان مات، فكفلوا حاكم قولة نظرا للصداقة مع والده. لما كبر شوية أدرجه في الجندية، فأظهر شجاعة وحسن بصيرته، فزوجه الحاكم من مرأة غنية اسمها أمينة هانم، كانت أدم السعد عليه، خلفت له 3 أولاد وبنتين. في الوقت ده مصر كانت غرقانة في الاحتلال الفرنسي، والدولة العثمانية قررت تبعت جيش لانتزاعها من يدهم. محمد علي كان من ضمن كتيبة قائدها ابن حاكم قولة، بس أول ما قرب من أبو قير قرر إن هو مش هيكمل وهيعود لبلده، فأصبح محمد علي هو القائد. بس المشكلة إن هو ما بيتكلمش إلا الألبانية أو التركية. دلوقتي الحملة الفرنسية فشلت في مصر بسبب هجوم الإنجليز وحصارهم، أما العثمانيين بدأوا الزحف على بلاد الشام، وفوقهم أوضاع أوروبا مضطربة. يبقى ده أنسب وقت لرجوع المماليك لساحة الحكم. بس المشكلة إن هما منقسمين لجزئين، منهم بقيادة إبراهيم بيك الكبير وده مؤيد لقوات العثمانية، والجزء التاني بقيادة محمد بيك الألفي وده مؤيد للإنجليز. وبدأت الأيام تدور بينهم لحد ما الإنجليز وقعوا معاهدة أمين وانسحبوا من مصر، والساحة بقت فوضى نتيجة للصراعات بين العثمانيين الراغبين في ضم مصر وبين المماليك اللي عاوزين يرجعوا حقهم في حكم مصر. ومن هنا بدأت الصراعات والاغتيالات بين الطرفين، بس الأكتر عند الولاة العثمانيين. ومين بقى قاعد بيتفرج؟ محمد علي. وانتهز الفرصة وبدأ الوقيعة بين الطرفين، وخلق مكان لنفسه، مكان في الأحداث دي، وفي نفس الوقت كسب ود المصريين. في مارس 1804 تم تعيين والي جديد أحمد خورشيد باشا، وأول ما تعامل مع محمد علي حس بمدى خطورته، وخاصة بعد إجلاءه للمماليك من القاهرة، فطلب منه يكمل مهمته ويتخلص منهم في الصعيد. وفي نفس الوقت طلب من الأستانة إمداده بجيش من الدولاه، لكن حطوا رجلهم في القاهرة من هنا وعاشوا فيها فسادا، استولوا على الأموال والأمتعة واعتدوا على الأعراض. فثار الشعب والزعماء طلبوا خورشيد باشا يلم قواته، ولكنه ما قدرش عليهم، فالثورة هاجت أكتر، أدت لعزل الوالي واختيار زعيم الشعب عمر مكرم ونقيب الأشراف محمد علي عشان يكون والي على مصر. وحط السلطان العثماني قدام الأمر واقع، فرضخ السلطان وطلع فرمان بعزل خورشيد وتعيين محمد علي، وتم بيعته في دار الحكمة من أعيان الشعب 17 مايو 1805. هنا بقى فضل المماليك العقبة الكبيرة أمام محمد علي، وخاصة محمد بيك الألفي المفضل عند الإنجليز. عدى من الزمن 3 شهور، قرر المماليك الهجوم على القاهرة، ووضبوا أمورهم مع بعض رؤساء الجند عشان ينضموا ليهم عند الهجوم. بس محمد علي عرف، فحضر لهم خطة محكمة، خلى الجند يستدرجوهم لدخول المدينة، وأوقفهم عند الفخ وألحق بيهم خسائر فادحة، وأجبرهم على الانسحاب وطردهم لحد ما رجعوا للصعيد. الحادثة دي خلت محمد علي في أوائل 1806 يحضر جيش لمحاربة المماليك في الصعيد بقيادة حسن باشا قائد الفرقة الألبانية. اشتبك مع جيش محمد بيك الألفي الأكثر عددا في الفيوم، وخسر وانسحب لجنوب الجيزة،
ومنها لبني سويف. أما قوات محمد بيك الألفي كانت متجهة للجيزة، وفي نفس الوقت قوات إبراهيم بيك وعثمان بيك البرديسي طالعين من أسيوط لاحتلال المنيا اللي فيها حامية محمد علي، ولكن تم تدعيم الحامية والزحف فشل. مع كل الأحداث دي صدر فرمان من السلطان بعزل محمد علي وتوليه سلنيك. محمد علي عمل نفسه بينفذ الفرمان ولما حاجته، وبعد شوية اتحجج ان الجند رافضين رحيله الا لما يقبضوا، وهو في الاصل لجأ لعمر مكرم عشان يشفع له عند السلطان ويفكروا بإنجازاته عشان يوقف الفرمان السلطان، ووافق مقابل 4000 كيس ذهب، وهياخد ابنه إبراهيم كرهينة لحد السداد. في الوقت ده هناك اتفاق سري بيحصل بين محمد بيك الألفي والإنجليز لجعل دمنهور مركز لتجمع قواته، وقام بمحاصرتها، ولكن أهلها وحاميتها استبسلوا في حمايتها. لما محمد علي بلغوا اللي حصل أرسل جزء من جيشه فوصلوا الرحمنية واشتبكوا مع قوات محمد بيك الألفي في قرية اسمها النجيلة، لكن الجيش محمد علي انهزم وانسحبوا لمنوف، والألفي كمل حصاره لدمنهور بس برضه معرفش يدخلها وقرر يطول الحصار، ولكن جنوده تذمروا فانسحبوا للصعيد. القدر كان رحيم بمحمد علي لأن عثمان بيك البرديسي توفي وبعدها محمد بيك الألفي، ففرح جدا محمد علي وجهز جيش وطلع على الصعيد وحارب المماليك وهزمهم المرة دي، ولكن يا فرحة ما تمت لأن حملة فريزر بدأت. الحرب الإنجليزية العثمانية كانت على أوجها. الفريق الأول فريزر فكر في احتلال اسكندرية لتأمين قاعدة عمليات ضد الدولة العثمانية في البحر المتوسط. الحملة نزلت جنودها في شاطئ العجمي 17 مارس 1807 وزحفت لاحتلال اسكندرية، وهم للأمانة ما عملوش أي مجهود، وده بسبب محافظ المدينة أمين آغا سلمها دون أي مقاومة. الحملة الإنجليزية موجودة داخل اسكندرية وعرفوا بوفاة محمد بيك الألفي. دلوقتي باقي المماليك جالهم خطابين، واحد من الإنجليز وواحد من محمد علي، الاتنين طالبين انضمامهم ليهم، ولكن المماليك كانوا خايفين لا ينضموا للإنجليز فيتهموا بالخيانة، فقرروا الانضمام لمحمد علي ويوافقوه لحد ما يبان معاهم نتيجة الحملة. فريزر قال خلاص أنا هحتل رشيد والرحمنية عشان يقطع أي طريق للتعزيزات، وهنا يظهر عظمة أهل مصر وروحهم القتالية، حيث أرسل فريزر 1500 جندي في 31 مارس لاحتلال رشيد. فاتفقت الحامية والأهالي بقيادة علي بي السلنكلي على استدراج الإنجليز دون أي مقاومة حتى يدخلوا إلى شوارعها الضيقة، وبدأت انهيار النيران عليهم من الشبابيك وأسقف المنازل، فطبعا أصيب الكثير وقتل الكثير، واللي نجا منهم هرب على أبو قير. قدرت خسائر الإنجليز في تلك الواقعة 185 قتيل و300 جريح، والحامية قامت بإرسال رؤوس القتلى والأسرى للقاهرة للاحتفال، بس فريزر ما سكتش. في 3 إبريل أرسل 2500 جندي ومعاهم المرة دي مدافع، واحتل حماد عشان يحاصروا رشيد. وال 12 إبريل لما عرف محمد علي بعد رجوعه من الصعيد أرسل 4000 من المشاة 1500 فارس، وهنا انسحب الإنجليز من رشيد والحماد، ولكن قوات الإنجليز في الحماد ما لحقتش تنسحب فحصروهم وقتلوهم، فرجعوا لاسكندرية بعد فقد 900 قتيل وجريح. فكمل محمد علي وحاصر الإنجليز في اسكندرية، فحصل صلح نص على وقف القتال لمدة 10 أيام وإطلاق سراح الأسرى مقابل تخلي القوات الإنجليز عن المدينة. 25 سبتمبر رحلت إلى الصقلية ومحمد علي تخلص منهم للأبد. استقرت أحوال مصر الداخلية ومحمد علي تخلص من تهديد المماليك والإنجليز، ولكن كان قدامه عقبة واحدة وهو ينفرد بالحكم من الزعماء الشعبيين.
تزامن الوقت ده وجود خلاف بين علماء الأزهر حول تولي الإشراف على أوقاف الأزهر بين الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ محمد الأمير. في شهر يونيو عام 1809 محمد علي زود الضرايب على الشعب. طبعا الشعب هاج وراح لعمر مكرم، فعمر مكرم ما خلصوش اللي حصل ووعد بعمل ثورة عارمة ضد محمد علي وقراره. والخبر وصل لمحمد علي وهو قال بس الفرصة جاتلي، فاستمال بالمال بعض العلماء والمشايخ والأعيان زي الشيخ محمد المهدي ومحمد الدواخلي. وعشان يحبك الفقه أكتر أعد حساب للدولة العثمانية فيها أوجه الصرف وفيها بند جباية طلب منه قديما، والطلب من الزعماء الشعبيين الإمضاء على الحساب ده كشهادة منهم على إن صدق محتوياته، بس عمر مكرم رفض الإمضاء للشك في داخله، فأرسل محمد علي في طلبه للحديث معه، فعمر مكرم رفض وقال نتقابل في بيت السادات كمكان محايد، فكده اعتبرت إهانة، فخلعوا عن نقابة الأشراف بحجة إنه ضم أقباط ويهود مقابل المال، وكمان كان متواطئ مع المماليك، وكان الحكم على عمر مكرم النفي إلى دمياط، وبكده يكون تخلص من الزعامة الشعبية. ديسمبر 1807 محمد علي تلقى أمر سلطاني عثماني بتكوين جيش لمحاربة الوهابيين اللي سيطروا على الحرمين الشريفين، ولكن محمد علي كان بيتحجج بأن الأوضاع الداخلية في مصر غير مستقرة، ولكن بعد الصلح مع المماليك ما بقاش ليه حجة خلاص، فاضطر انه يجهز جيش بقيادة ابنه أحمد طسن لقتال الوهابيين. ومع رحلهم كده في قوات كتير ناقصة من محمد علي، ويمكن المماليك اللي اتصالح معاهم ومغرقهم في الهدايا والفلوس يفكروا في الهجوم عليه، عشان كده فكر في حيلة خبيثة عشان يخلص منهم للأبد. عمل احتفال في القلعة بمناسبة تقليد ابنه طسن قيادة جيش لقتال الوهابيين، ودعا للحفلة دي كل الأعيان والعلماء والمماليك للحضور. وفي أثناء الاحتفال ومع بدء سير الموكب ابنه والمماليك ضمن الموكب في المنتصف حتى يصلوا إلى طريق صخري منحدر يؤدي إلى باب العزب، قفل الباب فالخيول انزلقت بسبب المنحدر، واتفاجئوا بسيل من الرصاص من ظهرهم والجانبين، ومات كل المماليك اللي حضر الحفلة وعددهم 470 مملوك. لا واحد بس كان محظوظ اسمه أمين بيك قدر ينجو بقفزة فوق سور القلعة. الجنود بعد المذبحة دي هجموا على بيوت المماليك والإجهاز على عائلتهم وسلب ونهب بيوتهم، وقفوش إلا بنزول محمد علي وأولاده ومشوا في البلاد، ويومها كان عدد القتلى 1000 مملوكي. في المرة القادمة عزيزي المشاهد أكمل ليك كيف استطاع محمد علي بناء مصر جيشا وتعليم ومصانع ومجالات أخرى. بس قبل ما ننهي أحب أسأل حضرتك، عرفت